وصفتنا لليوم ألذ عجينة فطاير بطريقة جدا سهلة وجدا لذيذة. قطنة يا جماعة، لازم تجربوها وتعتمدوها. أول حاجة للعجينة احتجت لكوب من الحليب الدافي، أضفت عليه ملعقة خميرة وملعقتين سكر، قلبتها وأضفت عليها مكعبين من الجبنة الكريمية، ملعقتين من الزبادي، وبعدها حضيف عليها الدقيق بالتدريج وأعجنها. أضفت عليها 5 ملاعق من الزيت وكملت عجن. سبت العجينة ترتاح ويتضاعف حجمها، وبعدها جهزت خلطة الأجبان وأضفت عليها البقدونس وقلبتها بهذا الشكل. حفرد العجينة وأبدأ أقسمها بهذا الشكل وأنزل عليها الحشوة وأقفلها بهذه الطريقة. نزلتها في الصينية وسبتها ترتاح ويتضاعف حجمها، وبعدها دهنتها بخلطة البيض مع الحليب ودخلتها الفرن. وبعد ما طلعتها من الفرن ما أحكي لكم عن ريحتها، دهنتها بالزبدة مع البقدونس وقدمتها. وبالعافية عليكم، لازم تجربوها وتعتمدوها.